كل التضامن مع الشعب الجزائري الشقيق، وبطبيعة الحال تعازينا لأسر الضحايا في الفاجعة اللي وقعت البارح في العاصمة الاقتصادية ديال الجزائر وهران. وهران واللي راب فيها حي قصديري. والله يرحم اللي توفى بالمناسبة. 4 ديال الإخوان ديالنا ربي يرحمهم، 13 ديال المصابين. ما يترباوش العياشة. البارح بالمناسبة طاحت عمارة مكونة من 4 طوابق في مدينة فاس، توفاو فيها 9 من الناس وجرحوا 7. ربي يرحم اللي ماتوا ويشفي اللي جرحوا. سمعت بالخبر منذ 12 ساعة، انتظرت حتى لهذا الوقت باش ندير فيديو باش نستنى. قلت ربما نشوف ردة فعل من المملكة المغربية ولا من السلطات المغربية، ولكن عكس ما حصل في الجزائر اللي وين كان تنقل وفد وزاري من السيد وزير الداخلية، وزير السكن، والسيدة وزيرة التضامن. قلت عكس هذا لم يتنقل أحد في المملكة المغربية. ما كانش حتى بيان تعزية، لا من الملك لا من الوزير، ما كانش حتى القائد المقدم تاع الحومة ما دارش تعزية. مانيش حنحكي لهنا على إعادة إسكان هاد الناس اللي في فاس، نتكلم على الجرحى اللي نجاو من هذه الحادثة. مانيش حنتكلم على إسكانهم، لأنه في المملكة المغربية العادة والعوايد اللي يصير له كارثة طبيعية الله يسهل عليه، يروح يكري يبات برا، يكري يسكن في الكهوف، الله يسهل عليه في المملكة المغربية. هذه هي العادة، ما تمدش السكن كما ال 182 عائلة اللي سكنتهم الجزائر في وهران. تكفل تام بضحايا انزلاق التربة بحي صنوبر، وتحرك فوري بأمر من رئيس الجمهورية لوفد وزاري يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إضافة إلى وزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ولكن قلت لا أحد على الأقل دار بيان تعزية، حتى العياشة ما تكلموش عليها. العياشة كما هذا أخونا في الروحي ما تكلمش عليها. بالمناسبة الملك لما توفى البابا فرانسيس كان دار بيان ولا برقية تعزية، وزاد على هذا أرسل أخنوش ليمثله في العزاء ولا ليمثله في الجنازة. مهم الراعي المغربي لك الله. السلام عليكم.